اليوم بإذن الله راح نسوي الكشنة الجاهزة في أقل من دقيقة. عندي هنا الزيت ساخن ونضيف عليه البصل ونقول بسم الله ونحمس البصل لين يصير مقمر. هذه كمية البصل وهذه كمية الزيت. صار البصل بهذا الشكل، أحط عليه هذه العلبة كاملة 4450. هنا 2 ثوم بفكهم واخلطهم بالخلاط مع شوية مويه. عندي هنا ماجي احطه بالوسط. هذا الهيل اطحنه طحنه ناعمه جدا واحطه في الكشنه. وهذا الهيل بعد ما طحناه نرش وشويه كمون واخذ معلقه واحط الثوم اللي خلطناه قبل شوي. هكذا الكشنه صارت معنا جاهزه.